اهلا بيكم في السكشن الاولاني اللي هنتكلم فيه عن البيزنس اوبجكتيف. وعلشان نفهم ليه البيزنس اوبجكتيف مهم جدا هقول لكم على حاجه. every great marketing strategy start with a business goal. اي حاجه في الماركتنج هتبقى كويسه او اي استراتيجي هنحطها مبنيه على هدف للبيزنس لازم نوصل له. وكل ما الهدف بتاع البيزنس ده يكون ناجح ومحطوط بشروط كويسه، زي مثلا انه يكون قابل للقياس وقابل للتحقيق، كل ما ده يبقى حقيقي كل ما الماركتنج استراتيجي بتاعتنا كانت تبقى حقيقيه وقادرين نوصل بيها لنتيجه ابعد. يعني مثلا ما ينفعش احط انا بيزنس يكون لسه بيبدا جديد ولسه ما باعش غير ب5 جنيه واقول لك انا عايز اوصله ل 10 مليون جنيه في خلال شهر. ده ممكن ما يبقاش منطقي، ولكن انا لو قلت انت لو بتبيع ب 1000 جنيه الشهر اللي جاي انت هتوصل مثلا ل 2000 جنيه او حتى ل 1500، ده ممكن يبقى منطقي واقدر من خلاله احط البيزنس استراتيجي بتاعتي او الماركتنج استراتيجي بتاعتي علشان اوصل البيزنس للنقطه دي. وعلشان نتاكد ان المحاضره دي اتعلمنا منها وخرجنا منها كويسين، عايزك تكتب في النوت بتاعتك اللي اتفقنا عليها، تكتب وتقول انا هتعلم ايه من المحاضره الاولانيه. اولا يعني ايه بيزنس اوبجكتيف، ثانيا الفرق ما بين الماركتنج جولز والبيزنس جولز والكونتنت جولز، 3 ليه كل حملة تسويقية لازم تبدأ بهدف، 4 ازاي تحول اهداف البيزنس الى خطة محتوى. بعد كده عايزكم تبصوا على السؤال اللي ظاهر قصادكم في الشاشة دي وتركزوا فيه كويس جدا وتكتبوه عندكم وتعملوا عليه خط بدايره. وتعالوا كده مع بعضينا نفكر في اجابه 4 اسئله مهمين جدا جدا هننشط بيهم مخنا علشان نبدا في الكورس باذن الله. عايزك تجاوب على الاسئله دي من وجهه نظرك. اول حاجه، ليه الشركات بتشتغل؟ هل علشان بتعمل بوستات او علشان تعمل اعلانات ولا علشان تحقق الهدف بتاعها؟ وعشان نجاوب على السؤال ده خلينا اقول لكم على حاجه. كل بيزنس ليه اهداف، الاهداف بتاعته بيتبني عليها كل حاجه وكل قرار. كل شخص بياخد القرار بناء على الهدف بتاع البيزنس ده. يعني مثلا لو انا بفتح ستور اونلاين والهدف بتاعي ان انا اوصل ان انا ابيع 100 برودكت بايا كان البروفيت، انا عايز ابيع 100 قطعه ايا كان انا هكسب ولا اخسر، بناء عليه هنقدر جدا ان احنا نقول والله احنا هنصرف اعلانات ايا كانت الاعلانات دي دون السقف بتاعها، المهم ان انا ابيع ال 100 منتج ده. اقدر اقول والله انا هبيع ال 100 منتج دول بسعر اقل من سعر تكلفتهم حتى لو انا هخسر وهخرج بالسالب في الاخر، بس المهم ان انا بالنسبه لي هبيع ال 100 منتج ده. لو غيرنا الهدف بتاعنا وقلنا ان انا عايز ابيع ال 100 منتج دول ولكن اكسب منهم، اللي هيحصل ان الهدف بتاعي هيختلف. هبدا اقول انا عندي سقف معين للاعلانات، انا عندي تكلفه تشغيل وتكلفه تصنيع مهمه جدا ان انا احسبها ولازم ازود عليها وما ينفعش ابيع عن السعر ده. انا عندي بريك ايفن، نسبه معينه انا من خلالها لو بعت اقل من السعر ده او لو ما حققتش عدد المبيعات ده انا هكون خسران بنسبه كبيره جدا. شايفين هنا انا بتكلم عن جزء صغير خلى البيزنس يبقى مختلف. طيب تعالوا ناخد فكره اكبر او اعمق من ده. بيزنس لسه بيفتح وقال لك انا في خلال السنه الاولى انا مش محتاج حاجه غير الناس تبقى عارفاني مهما كان اللي هصرفه. وبيزنس تاني بيقول انا محتاج في خلال السنه الاولى على الاقل اكون مخرج مصاريفي علشان اقدر اكمل. وبيزنس تالت قال انا مش محتاج اي حاجه من دول، انا لازم اطلع مكسب كويس جدا علشان اقدر اعيش واقدر استمر والبيزنس ده يقدر يقوم على حاجه. الثلاث امثال دول كل واحده فيهم هتلاقي نفسك بتطلع له ماركتنج مختلف، بتطلع له استراتيجي مختلف، طريقه تفكيرك معاه مختلفه، وطريقه التنفيذ للمحتوى والكونتنت مختلف. فبالتالي لما بنيجي نتكلم بنقول ان البيزنس عنده اوبجكتيف، عنده ماركتنج، عنده كونتنت، عنده ريزلت. كل واحد من دول بيوصل للريزلت او النتيجه النهائيه. فلو واحده فيهم بقت متغيره او اول واحده بقت متغيره اللي هي الاوبجكتيفز دي هتخلي بالفعل الماركتنج يتغير والكونتنت يتغير والريزلت هتتغير. ممتاز. ايه هو بقى البيزنس اوبجكتيف؟ لو هنعرفه هنقول هو نتيجه محدوده قابله للقياس متعرفين عليها بشكل كويس جدا عايزين نوصل لها او البيزنس بتاعنا عايزه يوصل لها. ولو وقفنا لحد هنا فالتعريف بتاعنا هيبقى ناقص، لان التعريف لازم يكمل بنقطه مهمه جدا وهي في فتره زمنيه محدده. اذا يبقى هو هدف قابل للتحقيق قابل للقياس في زمن معين. طول ما عندنا الثلاث شروط دول الهدف بتاعنا نقدر نسميه ان هو هدف. مثال لما نيجي نقول increased revenue، ان احنا عايزين نعمل increase للمكسب بتاعنا بنسبة 20%، او عايزين نقول ان احنا بنعمل acquisition او acquire ل 500 نيو كاستمر جداد، او عايزين نقول مثلا ان احنا هنلونش a new product، او مثلا ان احنا نقول هنبيع المنتج بتاعنا 500 مرة. كل دي ممكن نقول عليها ان هي business objective، بس زي ما قلت لكم ناقصها بس حاجتين نتاكد ان هي قابله للقياس وان احنا ندي مده معينه. فلو مثلا على مثال ان احنا هنبيع 500 منتج هنقول ان احنا عايزين نبيع ال 500 منتج دول في خلال 3 شهور او في خلال شهر او في خلال يوم. وعلشان نحط الهدف بتاعنا فبنستخدم فورمات كده او موديلز، حاجه اسمها سمارت اوبجكتيف. سمارت هنا واختصار لكذا حاجه مهمه.
واحد، كلمة اس هي اختصار لسبيسيفيك، ام ميرشبل، الاي اتشيفبل، الار هي irrelevant، والتي التايم باوند. وزي ما انتم شايفين في الجدول اللي قصادكم ده، كل حاجة من الحاجات دي بتعبر عن حاجة مهمة جدا. فمثلا السبيسيفيك ان الهدف يكون واضح مش عام. ما بنقولش انا عايز ابقى ماركتير شاطر او اشطر ماركتنج في العالم. انا بقول انا عايز اتعلم مثلا البرودكت بوزيشننج واطبقها على 3 مشاريع حقيقيه، وده هيأهل لي ان انا هبقى ماركتير شاطر جدا في ان انا بحط بوزيشننج بشكل كويس. انه يكون قابل للقياس. فمثلا بقول انا عايز اعمل احسن محتوى في كوكب الارض. الكلام ده غلط. الهدف ان انا بقول انا عايز انزل 20 ريل في الشهر، ال 20 ريل دول يحققوا لي مثلا ريتش بقيمه 100,000، وال 100,000 دول عايز احقق منهم نيو كلاينت او احقق منهم 10 اوردر. بعد كده قابل للتحقيق. انا ما بقولش اوصل لمليون اوردر في الشهر الجاي وانا لسه مبتدئ، ولكن اقدر اقول انا عايز اوصل لاول 5 اوردر، اول 100 اوردر، اول 1000 اوردر في خلال 6 شهور. بعد كده ان كل حاجه تكون مرتبطه بالهدف الاساسي. فمثلا لو الهدف بتاعك انك تكون سينيور كونتنت كرييتور، يبقى الاهداف بتاعته ان انت تتعلم الفانل، تاخد الكورس ده، تحضر ورقه وقلم، تبدا تنزل انترن. كل هدف صغير متناسب مع الاوبجيكتيف بتاع البيزنس بتاعك او الاوبجيكتيف بتاعك انت شخصيا. اخر حاجه مهمه جدا ان يكون ليه تايم او وقت محدد. زي ما احنا قلنا ان كل الاهداف اللي فاتت دي لازم تتحط ويبقى ليها تايم معين شغال. ناخد بقى مثال مش مرتبط باي بيزنس، ناخد مثال ليه علاقه بيك انت بنسبه كبيره طالما ما انت مشترك معانا في الكورس ده، فانت عايز تكون سينيور ماركتير. تعالى بقى نحط الاهداف بتاعتنا في الجدول ده. اول حاجه هنا عندنا السينيور ماركتير، ده الاوبجيكتيف بشكل عام. نطبق عليه الجدول بتاع سمارت ونقول اول حاجه هتحط في السبيسيفيك انك هتتعلم الجروس فانل، هتتعلم كل اقسام الماركتنج قسم قسم. في الميرشبل هتقول ان انا هخلص الكورس ده وهتطبق على 5 كلاينت او هتنفذ كل التاسكات اللي موجوده في الكورس. بعد كده في الاتشيفبل هتحط ان انت هتذاكر 2 ساعات يوميا، مش محتاج اكتر من 2 ساعات يوميا، او هتقول انا هذاكر 14 ساعه في الاسبوع، ايا كان التقسيم بتاعهم عامل ازاي. بعد كده ريفلنت انك هتتعلم كل المهارات اللي مطلوبه علشان تكون سينيور كونتنت كريتور او سينيور ماركتير. واخر حاجه هتقول ان انا هحقق كل ده في خلال 3 أو 4 شهور من دلوقتي. وعلشان نطبق بقى اللي احنا قلناه ده على البيزنس بشكل كويس، فدي اشهر الاهداف اللي البيزنس بيفكر فيها. اول حاجه مهمه جدا هي الريفينيو، وهي اجمالي الايرادات او كل الفلوس اللي دخلت للبيزنس ده. هنا ما بتكلمش على المكسب، انا بتكلم اجمالي الايرادات كامله للبيزنس ده كام. ودي مهمه جدا لان في بيزنس في بدايته بيبقى كل المهم ان هو يجمع فلوس كتيره جدا، ايا كان بقى الفلوس دي في الاخر هيطلع منها كسبان او خسران. تاني حاجه هي البروفيت، وده صافي الربح، لان بيزنس برضو مهم انه يقول لك انا عايز اشتغل على صافي ربح، بروفيت كويس، ابقى بطلع صافي ربح حتى لو صافي ربح ده قليل، ولكن انا مهم دايما ان عندي هدف ان انا اطلع صافي ربح. بعد كده الماركت شير. الماركت شير هنا بنتكلم على حصه من السوق، ان انا بيزنس بيبدا علشان ياخد حصه من السوق في مجال معين. بعد كده الكاستمر جروث. الكاستمر جروث ده نقدر نقول عليه عدد العملاء اللي بيتعاملوا معانا. الكاستمر جروث ده من المهم جدا انك تاخد بالك من حاجه، عاده بيكون في الستارت اب او في الساس، فكره ان انا عندي قاعده كبيره جدا من العملاء وثقوا فيا وعرفوا اسمي بشكل كبير، فبيتعاملوا معايا مره واثنين وثلاثه. والكاستمر جروث ده ممكن يكون متشابه شويه من الماركت شير، ولكن الكاستمر جروث بيبقى يكون اكتر اهداف شفتها موجوده مع الساس. بعد كده عندنا الريتنشن، وهو الاحتفاظ بالعملاء، ان انا بيكون الهدف بتاعي ان اي عميل يشتري مني اقدر احافظ عليه اطول مده ممكنه. من الاهداف برضو اللي البيزنس بيشتغل عليها هي البراند اويرنس، والبراند اويرنس ان مدى معرفه الناس بالبراند بتاعي وبالقصه بتاعتي. عندنا كمان الكاستمر ساتسفاكشن، والكاستمر ساتسفاكشن ده يعني رضا العملاء. العملاء بتوعنا راضيين قد ايه. وهنا مش مهم جدا ان انا اتكلم على عملاء مثلا كتار، ولكن اقدر اقول انا لو حتى اتعاملت مع 100 عميل بس من ال 100 عميل دول انا عندي 99 عميل منهم راضيين عن الخدمه بتاعتي بشكل كبير جدا. بعد كده عندنا الاكسبانشن. الاكسبانشن ده هو التوسع، انا مده توسع البيزنس بتاعي قد ايه؟ هل انا ناوي افضل اتوسع في نفس السوق ولا ناوي اروح اسواق تانية؟ بعد كده عندنا اللونش نيو برودكت، ان انا اطلع منتج جديد. واخر حاجه عندنا هو الريديوس كوستس، وهو تقليل التكاليف. وعلشان ناخد بالنا ان الاهداف دي كلها ممكن تكون اهداف متفرقه، مش شرط تكون اهداف واحده او اهداف لازم تبقى موجوده في البيزنس. ونقطه مهمه جدا لازم تكون عارف ان اي بيزنس بيعدي عليه تقريبا كل المراحل دي. يعني في بيزنس اول ما بيبدا بيقول لك انا الاوبجيكتيف بتاعي دلوقتي او الهدف بتاعي دلوقتي ان انا يبقى عندي براند اويرنس كبير جدا.
حد تاني يقول لك لا انا الفتره اللي انا فيها انا خلصت براند اويرنس، انا عايز اخد ماركت شير. حد تاني يقول لك انا خدت ماركت شير وعملت كاستمر جروث ودلوقتي عايز ابدا اشغال على الريتنشن بتاعي بشكل كويس. حد تاني يقول لك انا حققت كل ده ولكن الفتره اللي انا فيها مش عايز اجيب اي عملاء جداد، انا عايز اهتم برضا العملاء اللي عندي، عايزهم يبقوا مبسوطين جدا من التعامل معايا. كل هدف من الاهداف دي مهم جدا انها تبقى موجوده في الفتره دي. وعلشان انا بحبك وبحب وجودك معايا في الكورس ده، عامل لك جدول فيه كل الاهداف دي وايه اهم الحاجات اللي لازم تبقى عارفها عن كل هدف من الاهداف دول، علشان لو قابلت كلاينت هو مش عارف ايه الهدف بتاعه في الفتره الحاليه، تعرض عليه الفايل ده وتقول له تعالى نختار هدف من اشهر الاهداف اللي البيزنس بيدور عليه. بعد ما بنعرف البيزنس بتاعنا بيفكر في ايه دلوقتي وايه الهدف اللي هو عايز يوصل له وتاكدنا وحققنا عليه كل اللي فات، تعالى بقى نشوف امثله ازاي ده بيخلي الكامبين بتاعتنا تختلف بشكل كبير جدا. على سبيل المثال بيزنس رقم 1 مش عايز اي حاجه غير ان هو يعمل مبيعات بروفيت، يكسب من المبيعات بتاعته. هنيجي نحط الماركتنج اوبجيكتيف بتاعه، هنقول والله تمام ده راجل عايز هنعمل له الكامبين بتاعته ليد جنريت، والكونتنت بتاعه هيبقى اديوكيشن فيديو، وبعدين هناخد منه هنعمل اوفر وهنعمل لاندنج بيج. كل ده ليه؟ علشان ده شكل الكامبين بتاعته. ليه؟ علشان يجي له عملاء يشتروا منه المنتج بتاعه عشان يحقق منهم بروفيت او يبقى شخص بيعمل صافي ربح. بيزنس تاني مهم جدا عنده انه يعمل لونش لبرودكت، هو عايز يعمل لونش لبرودكت في خلال الفتره دي. اذا يبقى انا هشتغل له ازاي؟ هشتغل له اويرنس كامبين، هعمل له فيديوز الهدف بتاعتها انها تجمع له اكبر قدر من الفيوز لناس مهتمه بالمجال بتاعه، هعرف الناس ان انا بعمل برودكت، هعرفهم انا ايه الفاليو اللي هقدمها لهم في البرودكت بتاعهم، وبعدين هبدا اعمل لونش للبرودكت ده. ممتاز جدا. بعد كل اللي درسناه ده خليني كده بعد كل اللي درسناه ده عايزك تكتب في النوت بتاعتك حاجه مهمه جدا بخط عريض وتكتبها في صفحه واحده. ليه بيفشل المحتوى؟ اي محتوى مهما حقق من نتائج لو ما بيحققش النتيجه او ما بيخدمش على الهدف او الاوبجيكتيف اللي انت عايزه، فالكونتنت ده ملوش 30 لازمه. وعايزك تاخد بالك من حد اول بلان بتاعته يقول لك احنا هننزل 5 كونتنت، وحد تاني بيقول لك لا انا قبل ما انزل 5 كونتنت هو انا هنزل الكونتنت ده ليه؟ انا عايز اوصل لايه من الكونتنت اللي انا بنزله. تعالى بقى ندي مثال واقعي حقيقي. دلوقتي انت رحت اشتغلت في ماركتنج ايجنسي والراجل قال لك ما تعمل لنا بلان للكونتنت دي. هتقول له طيب انا ايه البلان اللي المفروض اعملها او ايه الهدف اللي موجود؟ هيقول لك هدف طبيعي جدا، انا عايز راجل اوصل لمبيعات. تقول له طيب ممتاز جدا، عشان توصل لمبيعات ممكن تقول لي عدد المبيعات دول قد ايه؟ عدد الكلاينت دول قد ايه؟ قال لك 10. هتقول له طيب ال10 دول بناء على ايه؟ هيقول لك مثلا بناء على ان انا حاسس ان انا محتاج 10. تقول له لا. تقول له اولا احنا قدامنا حلين في الاختيار اللي انت بتقول عليه. انت بتقول انا عايز 10 عملاء. 10 عملاء دول معنى كده ان انت قدرت تحقق مثلا في الكوارتر اللي فات 5 عقود، فانت محتاج مثلا تضاعف الرقم. هيقول لك ده حقيقي او هيقول لك لا مش حقيقي، فساعتها هتقول له طيب خلينا نبدا مثلا ب2 كلاينت او 1 كلاينت ونبدا نضاعف الرقم طول ما احنا شغالين. الحاجه الثانيه هيقول لك انا محتاج 10 علشان انا المصاريف بتاعتي بتجبرني ان انا يبقى عندي 10 كلاينت. ساعتها هتبدا تفكر هل ال10 دول فعلا هنقدر نحققهم بالمعطيات اللي معانا او لا. طيب لو هنبدا نحقق ونشوف النتيجه بتاعتنا جابت ولا لا. طيب لا ما قدرناش نحققهم والمعطيات بتاعتنا بتقول ان احنا مش هنقدر نحققهم، ساعتها بنقول ان الهدف ده غير قابل للقياس وبيكون في اوبشنز تانية بنقدر ننفذها، زي مثلا ان خلاص يبقى الفتره بتاعتنا الهدف بتاع البيزنس انه يقلل التكاليف علشان يبقاش مضطر ان هو يجيب 10 كلاينت بالعافيه والا البيزنس بتاعه هيخسر. مهم جدا بقى بعد ما فهمنا كل ده نعرف ايه هو الفريم ورك اللي احنا عايزين نشتغل عليه. اولا بنبدا بالبيزنس اوبجيكتيف، بعد كده بنبدا بالماركتنج اوبجيكتيف، الكونتنت اوبجيكتيف، الكونتنت استراتيجي، الكونتنت كالندر، الكونتنت كرييشن، الببلشنج، الاناليتكس. ده كده الترتيب بتاعنا اللي بنشتغل عليه. بننفذ اول واحده ثم الثانيه واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها لحد ما نوصل للتحليل. التحليل بتاعنا ده هيطلع حاجتين، يا اما احنا وصلنا للهدف فنبدا نحط هدف جديد، يا اما احنا ما وصلناش للهدف فنعرف ايه المشاكل اللي حصلت ونعيد القاره تاني من الاول. وبكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره الاولانيه اللي بنتكلم فيها عن البيزنس اوبجكت. هتلاقي التاسك موجود تحت بتفاصيله، اتمنى ان انت تعمله وتسيبه لنا في الكومنتات او تبعته لنا على الرقم اللي اشتركت منه.